ناصر بوريطة قام أمس بزيارة رسمية إلى أمريكا، وقابل عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين على رأسهم وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي مايك، و أعضاء مجلس أو أعضاء الكونغرس الأمريكي، أعضاء منهم خاصة اليهود، يعني يهود إسرائيليين أمريكيين، وبعض اللوبيات وكثير من الفعاليات السياسية اللي قابلهم بوريطة في أمريكا. نتيجة الزيارة هي اعتراف أو دعوة أو تصريح الخارجية الأمريكية بخصوص ملف الصحراء الغربية، اللي حسب ما تم تداوله من وكالات الأنباء الدولية والصحف والمواقع أن الولايات المتحدة وزير الخارجية يؤيد حل القضية الصحراوية في إطار الحكم الذاتي، وهو نفس تقريبا خطاب أو نفس سياسة إسبانيا وفرنسا. إذن أمريكا لم تضيف شيء. ما قالته إسبانيا قبل سنتين وما قالته فرنسا قبل تقريبا سنة أو أقل من شهر جويلية الماضي 2024 هو ما تقوله أمريكا حاليا. وبيان وزارة الخارجية الجزائرية، إذا قلت هذا البيان الأول هو بيان وزارة الخارجية بخصوص قرار فرنسا، قرار الرئيس الفرنسي في شهر جويلية 2024، وهذا بيان أقل حدة اللي هو بيان اليوم 9 أبريل بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بخصوص القضية الصحراوية. إذن البيان الأول هو بيان وزارة الخارجية كان شديد اللهجة ضد قرار فرنسا، بينما بيان اليوم كان أقل حدة وأقل قسوة وأقل، يعني النبرة تاعو كانت أقل، لأنه البيان كان رد على أمريكا. بعض الإعلاميين وبعض ما نقدرش نقول سياسيين، لكن بعض النشطاء تابعت في الفيسبوك، وخاصة طبعا اللوبي المغربي وبالخصوص العملاء والخونة، قاعدوا يديروا في تحليل هيدرو ميتافيزيقي كربوني بركوكسي خرشوفشي، ويقول لك باللي بيان وزارة الخارجية الجزائرية ردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي كان ضعيف وخفيف، لأنه أمريكا واش يسحبوا سفير الأمريكي، السفير الجزائري في واشنطن، يطردوا السفير الأمريكي وكذا، مستحيل. لكن في فرنسا واسبانيا كان شديد اللهجة. إذا الجزائر راهي خايفة، والجزائر راهي شد الحيط عندما يتعلق الأمر بأمريكا وترامب، راهم خايفين. نقولوا لا الأمر مش كما راك فاهمه. رد أو بيان وزارة الخارجية الجزائرية، يعني رد الجزائري رد متوازن، رد معقول، ورد قوي، ورد مناسب. لماذا؟ سأشرح لماذا، لأنه هذا هو الموضوع الأساسي بالنسبة لي. تعرفوني أنا ما نشدش العصام الوسط، يعني ما نبقاش النافق قال باللي لا، أنا نقول لكم بيضة بيضة كحلة كحلة. نقول للمحسن أحسنت عندما يحسن، ونقول للمسيء أسأت عندما يسيء. بيان وزارة الخارجية ردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي هو بيان قوي متوازن وحكيم ورزين. لماذا؟ لأنه موقف أمريكا من قضية الصحراء الغربية مختلف تماما عن موقف فرنسا وإسبانيا بالقضية الصحراوية. وعلاقة أمريكا بملف الصحراء الغربية مختلف تماما عن علاقة فرنسا وإسبانيا بملف الصحراء الغربية. لهذا السبب رد وزارة الخارجية الجزائرية على فرنسا وإسبانيا كان رد قوي وعنيف وراح بعيد، بالرغم من أنني كنت وما زلت ضد
بعض الإجراءات التي اتخذتها بلادي في حق إسبانيا وفرنسا ثم تراجعت عنها بدون تحقيق أي نتيجة. لكن من حيث المبدأ، أنا أتكلم من حيث المبدأ، أنا مع قرارات الدولة الجزائرية، أنا مع بيانات وزارة الخارجية الجزائرية، لكن التفاصيل أختلف. وأثبتت الأيام أن رأينا كان صواب والحمد لله، لأن العلاقات رجعت مع إسبانيا وفرنسا بدون أن تغير لا فرنسا ولا إسبانيا من موقفها. لم تتراجع لا إسبانيا ولا فرنسا على موقفها بخصوص قضية الصحراء الغربية، لم تتراجع. ولكن اللهجة اللي كانت شديدة الجزائرية والبيان اللي كان شديد أنا معه، عكس أمريكا اللي أنا مع البيان وأنا مع الإجراءات. الآن في خصوص أمريكا أنا مؤيد تماما لبيان وزارة الخارجية، ولحد الآن، لأنه ماناش عارفين واش رايحين يديروا، لكن لحد الآن أنا مع نتائج البيان وما بعد البيان اللي راهي الجزائر تدير فيها. أنا معه. أنا ضد التصعيد مع أمريكا، أنا ضد التصعيد مع أمريكا، ضد سحب السفير الجزائري، ضد طرد السفير، ضد قطع العلاقات، ضد كلش. أنا بالنسبة لي تصريح وزير الخارجية الأمريكية يعني ما نقولش لا حدث، هو حدث، ولكنه ليس مهم إلى درجة أننا نتخذ قرارات أو إجراءات لا تخدم مصلحة القضية الصحراوية ولا مصلحة الجزائر. لأنه في الأول والأخير قرار الولايات المتحدة الأمريكية لن يؤثر في الملف ولن يغير شيء في المعادلة، مثله مثل قرار إسبانيا، مثله مثل قرار فرنسا. نعم هو حدث وتصريح مهم، ولكنه لن يؤثر التأثير الذي يستحق اتخاذ قرارات قاسية. لماذا؟ إسبانيا وفرنسا هم المسؤولين على ملف الصحراء الغربية. لهذا السبب الجزائر كانت لهجتها شديدة وقوية عندما تعلق الأمر بتصريح الوزير الأول الإسباني أو تصريح الرئيس الفرنسي. زعفت الجزائر وتقلقت. أما بالنسبة لأمريكا عادي. وقرار الخارجية الأمريكية لن يؤثر ولن يضيف ولن يؤخر، ما عنده راح يدير بحكم يسوق. لأنه في الأول والأخير كاين نقطة مهمة، وهي أنه قضية الصحراء الغربية مطروحة عند مجلس الأمن. أي قرار نهائي وقرار ملزم أو ملزم وقرار قوي وقرار يعني يدردق هو قرار مجلس الأمن. وقرار مجلس الأمن لا يكون نهائي وملزم إلا إذا اتفق كل أعضاء، يعني 5 أعضاء الأساسيين في مجلس الأمن اللي هم أمريكا، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين. إذا عارضت دولة واحدة القرار لا يصبح نهائي ولا يصبح ملزم. إذا كان مثلا 4 دول اللي هما لنفترض أنه الصين وأمريكا وفرنسا وبريطانيا، يعني قلنا الصين وفرنسا بريطانيا وأمريكا مشاو في الخط ورفضت روسيا، يصبح القرار غير فعال. في 4 يدزوا معاه. لازم يكون قرار بالإجماع 5 دول. 5 دول هم اللي ياخذ يعني تحت البند السابع اللي هو بالقوة، تنفيذ القرار بالقوة، مثل ما حدث في اعتداء على العراق أو غيره، أو حتى على كثير من الأحداث اللي صارت. إذن لحد الآن هناك دولتين ترفضان هذا الحل اللي اقترحته المغرب واللي أيدته فرنسا وأيدته إسبانيا وأيدته أمريكا، اللي هو الحل الحكم الذاتي. روسيا لحد الآن ترفض والصين ترفض. باش نكونوا واضحين وصراحة، روسيا والصين رافضين هذه الفكرة وهذا الحل 70% في خاطر الجزائر و30% أو أقل في وجهة صحراوية. يعني بصراحة روسيا ترفض الحكم الذاتي للصحراويين، ليس لسواد عيون الصحراويين 100%، ممكن 20%، ممكن 30%، يعني كي تطلع البلافو 30%، لكن 70% الأخرى من أجل الجزائر، لسواد عيون الجزائر. نعم. والصين نفس الشيء
لسواد عيون الجزائر 70% رافضة، ولحد الآن راهم رافضين، وبالتالي لن يؤثر قرار الولايات المتحدة، ولن يؤثر قرار إسبانيا، ولن يؤثر قرار فرنسا. في ثلاثة يهضروا يدز معهم. حتى مجلس الأمن قرار بريطانيا ولا فرنسا ولا أمريكا لن يؤثر ما لم توافق روسيا والصين. لا حدث، خلي يهضروا الله يسلم. الآن يصبح عندنا مشكل في حال غيرت روسيا من موقفها، هنا نولوا في خطر، أو غيرت الصين من موقفها، هنا نولوا في خطر. والآن هنا نتكلموا على دور الدبلوماسية الجزائرية ودور المستشارين والحكماء، أنه ما لازمناش نخسروا حلفائنا التقليديين استراتيجيين اللي هما الصين وروسيا. ما لازمش نخسروا موقف روسيا والصين. أما فرنسا وأمريكا ما يهمناش، بريطانيا لحد الآن ما كانش، لكن حتى ويأثروا عليها وتمشي معهم لا يهم. اللي يهمنا هو روسيا والصين. إذا استطاع أن يسيطر على الصحراء الغربية سيفكر في الصحراء الشرقية. يعني لو يستعمر الصحراء الغربية كلها وتولي تابع عليه، يولي يقول لك دركا نكسر الكرعية، دركا نكسر الكرعية البشار وتندوف اللي كنا نطالبوا فيها في 63 وما ديناهاش. شتو هذا؟ المغرب، النظام المغربي أتكلم، لا أتكلم عن الشعب المغربي، أنه تعطي له صبع يطمع في ذراع، تعطي له صبع يطمع في ذراع. يعني لو نتخلوا لهم على بساتين العرجة اللي في الحدود هذيك شوية تاع الفلاح، خليناها لهم، اعتقدوا بلي تاعهم طوال 60 سنة وإحنا سامحين لهم فيها الفلاحين. روح فلاح روح فلاح روح فلاح، بعد كده خلاص ولو يعتبروا بلي تاعهم. حتى نخرجنا معاه قال يا مشي ربا باي اخرج، شفت طاقتك اي ها احنا عطيناك 4 متر تاكل بيهم، تغرس فيهم شويه طماطيش وبصل تسمو ارضك، هيا اخرج برا. لانه بالنسبه لي احتلال هذيك الجزء البسيط اللي هو سهوب وسهول، هذاك السهل تاع بساتين العرجه، بالنسبه لي اصبح حق. هذا حقنا، 60 سنه ما هضرتش الجزائر دونك حقنا. اذا غدوه لو كان يحتل ويستعمر ويستوطن في الصحراء الغربيه سيفكر ويطالب بالصحراء الشرقيه. اذا احنا في الجزائر رانا نطبقوا في نظريه اضربوا على النخاله يستشعر. احنا كي نضربوا على النخاله اللي هي الصحراء الغربيه، عمره ما يفكر في الشعير اللي هو الصحراء الشرقيه. فهمتوا دوك ما فهمتوش؟ يعني اطماع النظام المغربي اطماع حقيره، لا يكتفي بما لديه، يطمع في ارض الناس اللي هي الصحراء الغربيه، ثم يطمع في ارض الناس اللي هي الجزائر الصحراء الشرقيه. فهمتوا دركا؟ فهمتوا علاش انا نقول لكم باللي من مصلحتنا الدفاع عن الشعب الصحراوي والقضيه الصحراويه، هو انه بعد الصحراء الغربيه سنفكر في الصحراء الشرقيه، وبعد الصحراء الشرقيه سنفكر في واد شلف. هذا هو التفكير تاعهم. وفي الختام، إذا كانت هذه المعلومات قد أسهمت في إثراء معرفتكم أو أثارت تساؤلات جديدة حول الموضوع المطروح، فإننا نود أن نلفت انتباهكم إلى أهمية استمرارية البحث والنقد في العالم الأكاديمي. إن الاشتراك في القناة ليس مجرد خطوة تقليدية لمتابعة المحتوى، بل هو أيضا دعوة للانخراط في نقاشات فكرية معمقة تسعى لتقديم أبعاد متعددة لكل قضية من القضايا المطروحة. نحن نؤمن بأن الأفكار لا يجب أن تكون جامدة أو ثابتة، بل يجب أن تكون دائما عرضة للفحص والتدقيق والتطوير. من خلال متابعتكم لنا أنتم تساهمون في خلق بيئة معرفية تفاعلية تشجع على الحوار البناء والاستماع لوجهات نظر متنوعة. نهدف في قناتنا إلى تقديم محتوى أكاديمي بعيد عن التحيز أو الانحياز لأي طرف، بل نركز على تقديم التحليلات القائمة على الوقائع والبيانات الموثوقة. إن هذه المنهجية تضمن لكم أن ما نقدمه ليس مجرد آراء عابرة، بل نتائج تم تحصيلها من خلال البحث المستمر والمراجعة العلمية الدقيقة. نحن نلتزم بأن نقدم لكم مواضيع حيوية تمس الحياة اليومية والواقع السياسي والاقتصادي، إضافة إلى محاور نظرية قد تكون مفتوحة للنقاش. فكلما زاد تفاعلكم معنا زادت جودة الحوار وسعة الأفق
الذي نهدف إلى توفيره للمشاهدين والمستمعين.